قولي ايه النهارده عن الراحل السيناريست الكبير ممدوح الليثي؟ أقول إنه عميد السيناريوهات المصرية والعربية، وأقول إنه يعني الكثير من القصص والروايات تحولت إلى طبعا مسلسلات وأفلام، ثرثرة على النيل، دموع في عيون وقحة، كثير من طبعا ليالي الحلمية. ويعني في عهده كان الدراما المصرية كانت يعني سفير لمصر في كل الدول العربية، وطبعا بالتأكيد كان له كثير من النجوم اللي تتلمذوا على ايده واللي طلعوا في عهده. طبعا احنا قبل كل شيء بنعزي طبعا زميلنا الاعلامي الاستاذ عمرو الليثي في وفاه المغفور له السيناريست والمنتج الكبير الاستاذ ممدوح الليثي، وبنتمنى له طبعا الصبر والسلوان، ونتمنى للفقيد الجنه والرحمه والمغفره من الله سبحانه وتعالى. والحشد الكبير اللي النهارده شايفاه في العزاء يدل على ايه؟ بيدل على حب الناس للفقيد الكبير، وبيدل على ايمان الناس بموهبته، بان له ايادي بيضاء في كل مكان، لان في الحقيقه الراحل كان بيتبنى المواهب الشابه، وكان بيقف جنب سواء الممثلين او الاعلاميين او المنتجين، يعني كل من له علاقه بمجال الاعلام او الميديا كان بيقف جنبهم. وطبعا تخرج من مدرسه ممدوح الليثي الكثير من الموهوبين، ففي الحقيقه ده اقل شيء نقدر نقدمه ليه، ان احنا نقول له احنا كلنا بنحبك، وربنا ان شاء الله يتغمدك برحمته الواسعه ومغفرته. الف شكر يا فندم.